السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي بعض البروجكتات الجاهزة اللي هي الخاصة بالمارج كيوب. هوريكم بعض منها، ممكن ناخد منها أفكار، وطبعا نستعين بحاجات تانية موجودة عندي في الجاليري أو فكرة مستوحاة منكم. خلينا نشوف الحاجات دي. أول فكرة معانا إن ده بروجكت متقدم لكي جي 1. في بعض الأنشطة المطلوب منه إن هو يتفاعل معاها أو يجاوب عليها، ونخلي بالنا ان طبعا ده برضو بعرضه من على اللاب، فمطلوب ان بيقولي هنا ان انت تعرضيه على الفون، على الموبايل او على التابلت، عشان تشوفيه على الكيوب شكله عامل ازاي. يعني انا لما طبعا اظهره على الكيوب بيبقى شكله مختلف عن ما بيظهر معايا هنا على الشاشة. المشهد التاني ده طبعا انا الفكرة هنا كنت واخداها من هنا، شكل الحديقة او الحاجة دي. هنا بيقول لي find the rabbit، دور على الارنب. ممكن نضغط هنا على الفار، هيقول له لا I am a mouse، يعني انا فار. try again، حاول مرة اخرى. ده طبعا نشاط بيتقدم لطفل، فممكن هنا المفروض هو مطلوب منه ان هو يعرف الايه الارنب فين. فبمجرد ما بيضغط على الارنب بيبتدي ان هو يعمل له حركه، او يبتدي ان هو يعمل له انيميشن معين، ويبتدي يتحرك ويقف عند الجزء ده ويبتدي يعمل الانيميشن ده. وفهمنا الكلام ده كله مع بعض. المشهد اللي بعد كده بيقول له دور على القطه. لحد ما بيدور عليها بيضغط عليها، بيبتدي ان القطه بتمشي برضو بالمنظر ده. نبتدي نشوف الكلام ده كله ونشوف الأكواد بتاعته، الفكرة بتاعت الأكواد بتاعته بتبقى ماشية ازاي. يقوله دور هنا على لونها أصفر، وبنروح بيها المدرسة، وليها 4 عجلات. لحد طبعا ما بيجي للباص وبيضغط عليه. لاحظنا ان احنا أول ما بيضغط عليه يبتدي يظهر كلام الأول، وبعد كده يظهر حركة ليه، وباقي العربية أو الحاجات التانية اختفت. يعني هو بس هو عايز الحاجة الصح هي اللي تظهر، والباقي كله اللي بيختفي. كمان في هنا بيقولي اختار الحرف الأولاني اللي بيبدأ بيه الشكل ده، وليكن هو طبعا كار، يعني سي، حرف السي. يبتدي حرف السي يكبر، يتغير اللون بتاعه، يبتدي ان هو صوت يظهر، العربية تعمل انيميشن معين. الحاجات دي كلها طبعا احنا فاهمين بنعملها ازاي. ده برضو الحرف اللي بيبدأ بيه في الاول. ممكن بقى نشوف ان احنا نوظف الافكار دي ازاي في حاجات انشطة تعليمية مرتبطة بالمستويات بتاعتنا، يعني أنشطة تعليمية بعيدا عن مرحلة الحضانة. هنا بيقول له عد الكاونت أو كم واحد موجود هنا، طبعا 5. باقي بقى الأنشطة كلها نشوفها بهذا الشكل، في منها أفكار. باقي الأنشطة بتتقدم لكي جي 2. هنا برضو بيسألوا هنا الحيوان ايه، برضو كلها أفكار كويسة، فنقدر ان احنا نشوف منها. زي مثلا هنا بيقول له عد 5 زائد 3، هيبتدي يضغط على 8. نشوف رقم 8 يبتدي يمشي على مسار معين لحد ما بيوصل للمكان اللي هو فيه، ويبتدي ان هو يقول له ان دي إجابة صح. فدي برضو ممكن نشوف نفكر نوظفها ازاي في نشاط. هنا بيقول له برضو مين اللي بيشتغل في الهوسبيتال، في المستشفى. I am a doctor. ما ضيعش وقت الفيديو اكتر من كده. ادخلوا عليه وشوفوا منه افكار، او شوفوا منه يعني حركة معينة ممكن تستوحوها منه وتعملوها في البروجكت بتاعكم. زي مثلا الرقم اللي كان بيمشي على مسار، لو عايزة احسب مثلا عدد معين، عايزة اجمع حاجة، عايزة يعني اخد منه افكار وادخلها في البروجكت بتاعي. هنا مثلا بيقول هو بيلعب بلاي ولا بيلعب فوتبول ولا بيلعب تنس. بيلعب فوتبول. اول ما بضغط له على ان هو بيلعب فوتبول بيظهر له الشبكة دي والكورة بتدخل فيها، بيعمل انيميشن. فانا عايزة حاجة فيها تفاعلية بالشكل ده. خلينا ندخل على البروجكت تاني. هنا ده بروجكت بشكل قصة. قفل الصوت. هقفل الصوت بس عشان افهمكم الفكره بتاعته يعني حلوه في ايه. فان هما 2 قاعدين قدام بعض بيتكلموا. المفروض ان دي وهي بتتكلم دي، يعني دي خلاص خلصت كلام، سبتت، دي لسه بتتكلم فايديها بتتحرك.
عرفنا ازاي ان انا اخلي الست انيميشن شغال بالانيميشن اللي انا عايزاه، وبعد ما بيخلص بخليه دوت انيميشن ما يبقاش فيه حركه. المفروض ان هم هنا بيتكلموا على ان 2030 هيبقى فيها هولوجرام والكلام ده كله. بعد ما يخلصوا الكلام بتاعهم في المشهد الاولاني هيبتدوا يتنقلوا للمشهد التاني مباشره. خلي بالنا ان الكيوب مجرد ما بحرك اي جنب من الجوانب بتاعته بتظهر معايا. هما بعد ما خلصوا كلام نقلهم على السين المشهد رقم 2. هنا زي ما هما بيتكلموا بالشكل ده مفيش اي حاجة ظاهرة قدامهم، وهما بيتكلموا هيبتدي ان هو يظهر قدامهم لابتوب، وبعد كده اللابتوب يبتدي زي ما انتم شايفين يعني في تفاعلية، في ان في فعلا في حوار، في ان هي بتجذب اللي بيتفرج عليها. بعد كده ظهر بانل وظهر فيها سؤال. السؤال ده هما كلام قالوه، وليكن مثلا نختار عربي، يبقى كده إجابة غلط. يبتدي ان هو يظهر له البانل تاني يجاوب عليها، وبعد كده هيظهر مس واقفة بهوليجرام هي بيوصلوا الفكرة بالشكل ده. فده الحوار فيها او التفاعل او التفاعلية. الانيميشن بتاعتهم برضو شكلها كويس. نبتدي ان احنا نبص فيها ونشوف برضو الاكواد بتاعتهم مشروها ازاي، ونبتدي ناخد منها افكار. ظهر معايا الشكل ده. طبعا ده كان زي ما فهمنا بيظهر ازاي وبيختفي ازاي، بيبقى موجود عندي اصلا في التصميم بتاعي، وبخلي الاوبستي بتاعته بتظهر وقت ما انا محتاجاه او وقت ما حاجة معينة بتخلص، وبعد كده بيظهر بعدها. لو ناخد فكرة تانية، الفكرة اللي هنا ان دي عبارة كلها عن باتون، عبارة عن ازرار. مجرد ما بضغط على اي باتون من هنا، دي خاص بالديزرت يعني بالصحراء، وليكن مثلا ضغطت هنا. خلوا بالكم ان مجرد ما بتضغطي على حاجة بيظهر لك الشكل بتاعها من فوق، يعني كأن انا بركب حاجات على بعض، بشوف شكل الحاجة دي بتبقى شكلها عامل ازاي برضو مع بعض. وعندي هنا زر كلين يعني ممكن ان انا احذف بقى كل حاجة انا عملتها، او ممكن ان انا اجمع اكتر من حاجة مع بعض. خلينا مثلا هنا في الفورست، ممكن ان انا ابتدي ان انا اجمع مثلا الغابة مع الصحراء مع يعني برضو الفكرة بتاعتها حلوة. ومعايا زر كلين بقدر ان انا احذف منه اي حاجة انا مش كويسة معايا كأني بيظهر له الحاجة برضو اللي هو ايه اللي هو عايزها من خلال الازرار دي. يعني كل ده ما كانش ظاهر معايا، ظهر معايا امتى؟ لما ضغطت على الازرار اللي موجودة عندي على الايه على الكيوب. في فكرة كمان خاصة ان بيبقى فيه باتن برضو خاص بالستوب والبلاي. يعني انا هنا بوقف حاجة، بشغل حاجة معينة، لما بضغط على بلاي بتبتدي انها تظهر معايا. في عندي اكتر من مشهد هنا، يبتدي يديني كوكب ويبتدي يعرفني كلام عنه، ويخليني لما اكبر كده ابقى انا ماسكه في ايدي، كأن الحاجة دي انا ماسكها في ايدي. طبعا لو انا استخدمت فيها الموبايل او استخدمت فيها التابلت بتبقى اوضح، وبتبقى يعني كأنها مجسمة انت ماسك الحاجة دي بايدك. كمان حاجة تانية اللي اقصده بالمشهد ده، طبعا في صوت هنا شغال، ان الحاجه دي بتتعرض عن طريق الميرج كيوب، بس انا مش ظاهر عندي كيوب. يعني انا مش ظاهر عندي كيوب، المشهد عادي متصمم عادي خالص وما فيهوش كيوب. دي هنا الاوبستي بتاعته بتبقى زيرو، يعني ما فيش اوبستي للكيوب، بس انا بيظهر البروجكت دوت على الكيوب، يعني برضو كانه ماسك المشهد ده كله او الحاجه دي كلها في ايديه عن طريق الكيوب. بس هنا مش ظاهر كيوب زي الباقي الحاجات. يعني انا هنا كان عندي ظاهر شكل المكعب نفسه، هنا برضو كان في المشهد ده ظاهر شكل مكعب، برضو ظاهر هنا شكل مكعب، وهنا برضو كان ظاهر في البروجكتات شكل المكعب. فانا اقدر ان انا اظهر الكيوب نفسه في المشهد بتاعي، واقدر ان انا اخفيه، بس طريقة العرض نفسها او طريقة التصميم نفسها انا بصمم عن طريق الميرج كيوب. اتمنى تكون فكرة الميرج كيوب واضحة والتصميم بتاعها سهل. احنا هنوظفها في ايه؟ هنوظفها في حاجة بسيطة، هنوظفها في انشطة بسيطة، انشطة تعليمية طبعا. انشطة تعليمية تكون يعني احنا وظفنا البروجكت الاولاني في شكل درس كامل بقدم بيه معلومات، لكن ده ممكن يكون عبارة عن اكتيفيتي بقدمه للطالب بشكل
كويس، سواء بقى في شكل قصة، في شكل لعبة، في شكل محاكاة لأي حاجة. احنا الكلام ده كله اتكلمنا عنه وفهمناه كويس. أتمنى إن احنا نشوف بروجكتات تانية كتير جاهزة، أو نطلع منها أفكار ونوظفها في شكل أنشطة، حاجات بسيطة خالص. في حاجة أخيرة بس، كان في حد منكم قال لي إن هو مش بيعرف يعمل أرضية زي الجزء ده، يعني زي ما في أرض هنا للشكل ده، أو مثلا زي أرض برضو للكيوب من هنا للشكل ده من تحت. فدي يعني دي بسيطة، ممكن ان احنا نعملها من خلال اكتر من حاجة. هنرجع هنا للمشهد اللي احنا كنا شغالين عليه. عندي هنا وليكن انا عايز اعمل ارض للكيوب، مجرد بس ما اجي هنا في السيرش واعمل سكوير، ان انا بدور على مربع او بقى على حسب دايرة. هو هنا كان في مشهد عامله على شكل دايرة، ممكن اخد من بعض الحاجات اللي هي ال 3D اللي هي الحاجات دي، وابتدي برضو ان انا استخدمها في شكل ارض. مجرد ما بسحب الحاجة دي وابتدي ان انا اكبر السكيل بتاعها، واحطها اسحبها بالشكل ده، واغير من اللون بتاعها من الماتيريال، واخلي اللون بتاعها اللي انا عايزه، وبرضو ممكن اغير من الشفافية بتاعتها. وبعد ما بخلص بعملها لوك، بقفلها عشان تبقى سهلة عليا في ان انا وانا بتحكم فيها بالشكل ده. يبقى دي كده الارض مع الكيوب. اتمنى يكون الحاجات سهلة، وبعض الحاجات اللي كانت واقفة معاكم انا قلتها في الريكورد ده، قلتها في الفيديو ده، وقلتها في الفيديو اللي فات. وان شاء الله لو في اي استفسار اكون معاكم في السكشن باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.